السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي ما غادي نشارك معكم وصفة المقروط. كيجي ناجح وكيجي معلك، وصفة ناجحة 100%. غادي نحتاجو فيه 2 زلايف كيكونوا عامرين من السميدة الرقيقة. انا هنايا عبرت لكم بزلافة، غادي نزيد زلافة الثانية. غادي نزيد زلافة كتكون عامرة من السميدة الغليظة اللي هي هذه. غادي نقرب لكم الكاميرا. غادي نزيد واحد شويه تاع الملحه. غادي نزيد زلافه كما شفتوا معايا مع عمراش من الزبده مذوبه، وغادي نزيد لها الزيت. غادي نعمرها بالزيت تقريبا. الزيت درت هنايا ربع كاس صافي. غادي نضيفها على السميده، كتخليوها حتى كتبرد، ما ديروهاش حاميه صافي. هنايا غادي نخلط مزيان. غادي ندخل الزبده مع السميده. هنايا كتجمعوها بيديكم. كتشوفوا الا لقيتوها صافي كتجمع، تعرفوا باللي راه السميده صافي راه شربات لكم الزبده. كديروها الطريقه هذه صافي. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تبات ليله كامله. يعني ضروري ما تخليوها تبات حتى الغد اللي عاد غادي نكملوا ليها. كما شفتوا معايا من بعد ما دازت ليله كامله، دابا غادي نضيف ليها معلقه كبيره كتكون عامره من الفرينه. بالنسبه للفرينه كنديروها باش كنتفاداو ان المقروط ما يتفرتش لينا في ملي كنكونوا كنقليوه. دابا غادي نزيد هنايا نص زلافه نتاع ما زهر ونص زلافه نتاع الماء العادي، يعني ما كيكون بارد. درت هنايا بيض بيضه صافي. غادي نبقى غير نخلط بحال هكا بيديا، يعني ما تعجنوهاش. كنبقى نزيد في الماء صافي. هنايا كما شفتوا معايا غادي نخليها. وغادي ندير هنايا التمر. بالنسبه لهذا المعجون تاع التمر انا درته في الدار، يعني كتاخذوا التمر وكتفوروه كدوزوه في الهاشوار كطحنوه. زدت له معلقه كبيره نتاع القرفه، 2 معالق كبار نتاع الجنجلان، وزدت له هنايا اللوز اللي كيكون مقلي ومهرمش، وزدت قياس نتاع معلقه كبيره نتاع مزهر صافي. دابا خديت العجينه كندير فيها. بالنسبه لهاد العجينه تاع المقروط انا راني عبرتها. بالنسبه للمعجون تاع التمر درت فيه 7 غرام، عبرته بالميزان. وبالنسبه للعجينه تاع السميده درت فيها 32 غرام صافي. كنطبع. انا درت غير بهذا الطابع. الا عندكم الطابع يعني تاع المقروط تقدروا ديروا به. الطريقه ديالو راه سهله. المهم انا راني عطيت لكم جميع المعلومات. العجينه راني كنعبرها، كنشكلها كويرات وكنعبرها. كندير فيها 32 غرام. والمعجون تاع التمر كندير فيه 7 غرام صافي. وكنطبع بهذه الطريقه. انا من بعد ما ساليت كما شفتوا معايا شكلت الكميه اللي عندي. المهم الا كنتو كطبعوا المقروط ولقيتوا العجينه تاع المقروط قصحت لكم، تقدروا تزيدوا ليها واحد شويه نتاع الماء، يعني باش تكون شويه مطلوقه. يعني ما تخافوش منها راه ما غاديش يخسر لكم. انا درت الزيت خليتها حتى سخنت مزيان، حطيت فيها المقروط. غادي نخليه حتى كيتحمر. خديت هنايا العسل كيكون ثقيل. ضروري من العسل كيكون ثقيل، يعني بلا ما تسخنوه. العسل كيكون بارد. ملي كتحطوا فيه المقروط وهو حامي صافي راه كيبدا كيتطلق. دابا غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. هنا غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. كيجي معلك وكيجي شارب العسل. طريقه ناجحه 100%. نتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.